السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. انا وليد زايد، وفي فيديو النهارده ان شاء الله هعمل لك مقارنه ما بين انواع الهاردات المختلفه، وايه اللي بيفرق الهاردات عن بعضها، وايه اللي بيميز الهاردات عن بعضها. اهم حاجه في بدايه الفيديو، لو انت مش مشترك معانا يا ريت تنزل تشترك معانا وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه، وتضغط لنا لايك عشان الفيديو ينتشر، ويا ريت لو تشير الفيديو عشان الكل يستفيد. اول نوع معانا النهارده في الهاردات هو الهارد ديسك الميكانيكي العادي، اللي هو ما بيخلاش منه الكيسات كلها، كلنا شغالين بيه، كلنا موجود في كيساتنا، موجود اساسي في الكيسه. الهارد هنا الميكانيكي العادي بيجي بمقاسين. المقاس الاولاني اللي هو 3.5 انش، وده اللي احنا بنستخدمه في الديسك توب، والمقاس التاني اللي هو 2.5 انش، وده بيستخدم في اللابتوب او في الهاردات الاكسترنال او الهاردات الخارجيه اللي هي بتبقى بوصله يو اس بي. اذا كان ال 2.5 انش او ال 3.5 انش، فالاتنين عامه بيعتمدوا على حركه ميكانيكيه من جوه. ازاي حركه ميكانيكيه؟ لو جينا بصينا للهارد ديسك الميكانيكي من جوه هنلاقيه بيتكون من اسطوانه ممغنطه او قرص ممغنط وعدسه قرايه. الاسطوانه هنا بتبدا تلف، وعدسه القرايه بتتحرك على الاسطوانه سواء بتقرا او بتكتب، فبيعتمد اعتماد كلي على الحركه. وبتختلف هنا سرعه الهارد من هارد للتاني. في هاردات بتيجي ب 5400 لفه في الدقيقه، وهاردات تانية بتيجي ب 7200 لفه في الدقيقه، وهاردات تاني بتيجي ب 10000 لفه في الدقيقه. بتختلف من هارد للتاني. وطبعا سرعه القرايه والكتابه بتعتمد على سرعه اللفات بتاعه الهارد، بتختلف من هارد للتاني. اهم مميزات الهارد الميكانيكي هنا ان هو سعره رخيص بالنسبه للمساحات اللي بيقدمها، يعني سعره في المتناول بالنسبه للمساحات اللي بيقدمها، وبيقدم لك مساحات عاليه قوي، يعني ممكن يوصل لك مساحات تخزين توصل ل 18 تيرا بايت. نيجي لعيوب الهارد الميكانيكي. لما نيجي نتكلم عن عيوب الهارد الميكانيكي هنلاقي اكتر من عيب. اول عيب اللي هو بيوفر لناش سرعه قرايه وكتابه عاليه، يعني سرعه القرايه والكتابه في الهارد الميكانيكي بتتراوح ما بين 50 ميجا بايت في الثانيه و200 ميجا بايت في الثانيه، ما بتزيدش عن كده. نيجي لتاني عيب، طبعا نتيجه الحركه الميكانيكيه جوه الهارد بيطلع صوت عالي، بنسمع صوت زنه، وفي نفس الوقت بيولد حراره نتيجه الاحتكاك ما بين اجزاء الهارد. نيجي لتالت عيب معانا، ان وزن الهارد تقيل. يعني بالنسبه للهاردات التانية سواء الاس اس دي الساتا او الاس اس دي الام دوت 2 او الاس اس دي الام في مي، بالنسبه للهاردات دي ده اتقل حاجه فيهم. رابع عيب معانا ان الهارد لو اتخبط، نتيجه ان هو بيعتمد اعتماد كلي على الحركه، لو اتخبط الهارد ده يعتبر باظ والداتا اللي عليه راحت، طبعا بسبب ان هو بيعتمد على الحركه. اي خبطه بتاثر فيه او اي خبطه ممكن تبوظه. نيجي لتاني نوع معانا وهو الاس اس دي، والاس اس دي هنا ليه اكتر من شكل او اكتر من نوع. اول حاجه معانا النهارده الاس اس دي الساتا، وهو بيركب عن طريق كابلات الساتا زيه زي الهارد ديسك العادي، بس هنا في فرق كبير جدا ما بين الاس اس دي الساتا وما بين الهارد ديسك العادي، فرق شاسع. الاس اس دي الساتا هنا ما بيعتمدش اي اعتماد على حركه. ازاي؟ لو جينا بصينا للاس اس دي من جوه هنلاقيه بيتكون من قطع شبات صغيره. الشبات دي عباره عن ايه؟ عباره عن ناند فلاش، زي بالظبط اللي بتستخدم في الفلاشات بس على اعلى جوده شويه، وبيجي معاها كنترولر عشان ينظم حركه الملفات من والى الهارد. ومعاهم تالت حاجه اللي هي الكاش، هو بيتكون من التلات حاجات دول، ما بيعتمدش اي اعتماد على حركه ميكانيكيه. نيجي لمميزات الاس اس دي، واول ميزه هتقابلنا في الاس اس دي سرعه نقل الملفات فيه ممكن توصل ل 600 ميجا بايت في الثانيه. تاني ميزه في الاس اس دي ان هو ما بيطلعش اي صوت، طبعا لان هو ما فيش اي حركه ميكانيكيه جواه، فما تلاقيلوش صوت، وفي نفس الوقت ما بينتجش عنها حراره، ما بيسخنش. تالت ميزه في الاس اس دي ان هو ممكن يستحمل الصدمات عن الهارد ديسك الميكانيكي، بيستحمل اكتر بكتير من الهارد ديسك العادي. الهارد ديسك العادي لو خبطته خبطه خلاص انساه، ده لو اتخبط عادي مجرالوش حاجه. من مميزات الاس اس دي برضو ان هو ما بيستهلكش طاقه زي الهارد ديسك الميكانيكي، دي برضو من ضمن المميزات الاس اس دي. ايه عيوب الاس اس دي بقى؟ من اكتر العيوب اللي بتقابلنا في الاس اس دي هي مشكله السعر، لان هو بيبقى اغلى بكتير من الهارد ديسك الميكانيكي العادي، وهي دي المشكله الوحيده في الاس اس دي سواء الساتا او الام دوت 2 او الام في مي. تالت نوع معانا النهارده وهو الاس اس دي الام دوت 2، ويعتبر مفيش فرق ما بينه وما بين الاس اس دي الساتا كبير. الفرق ما بينهم ان ده بيوصل عن طريق كابلات الساتا في البورده، والاس اس دي الام دوت 2 بيبقى ليه مكان مخصص في البورده اللي هو مكان الام دوت 2 بيركب عليه.
نيجي لاعلى نوع في انواع الاس اس دي وهو الام دوت 2 الانفيمي. وهنا الانفيمي يعتبر اعلى نوع في انواع الاس اس دي اللي موجوده في السوق، لان الانفيمي هنا بيستخدم خطوط البي سي اي سواء الجيل الثالث او الرابع. بتوصل سرعته معانا على الجيل الثالث البي سي اي الجين 3 بتوصل ل 3.5 جيجا بايت، وفي الجين 4 بتوصل ل 5 جيجا بايت في الثانيه. شوف فرق قد ايه ما بين 600 ميجا بايت الاس اس دي الساتا او الام دوت 2 وما بين 3 جيجا ونص في الثانيه الواحده، وفي الجين 4 بتوصل ل 5 جيجا بايت في الثانيه الواحده. طب ليه الفرق الكبير ده، او الفرق الكبير ده ايه سببه؟ الفرق الكبير ده ان الانفيمي بيستخدم هنا خطوط البي سي اي على عكس الاس اس دي الساتا او الاس اس دي الام دوت 2 بيستخدم خطوط الساتا. ملخص الفيديو انك انت ممكن تجيب اس اس دي 120 تخليه للنسخه بس اس اس دي ساتا، ثمنه جديد 450 جنيه وثمنه مستعمل 275 جنيه او 300 جنيه، وده هيفرق فرق شاسع في استخدامك للجهاز، سواء في فتح النسخه او في تسطيبها، في تسطيب النسخه او في فتح النسخه او في التنقل بين الملفات او فتح اي لعبه بتلعبها او بتعمل مونتاج. كل ده الاس اس دي هيفرق معاك فرق كبير قوي. لو جينا نبص في الفيديو اللي هيظهر من الاي فوق هتلاقيني بقارن لك ما بين تسطيب النسخه على 3 انواع من الهاردات، اللي هو الهارد الميكانيكي العادي والاس اس دي الساتا والهارد الانفيمي. ورابع مقارنه موجوده تحت هتلاقيني حاطط لك كيسه ثانيه خالص بقالها 10 سنين وهي جيل ثالث من انتل الاي 5 ال 3470 برامات 8 جيجا دي دي ار 3، وبقارنها مع رايزن 5 3600 ورامات 16 جيجا دي دي ار 4، وبقارن تسطيب النسخه ما بين ان الرايزن راكب عليها هارد ديسك عادي. هتشوف الفرق الشاسع ما بين الوقت، ان كيسه من 10 سنين او تجميعه من 10 سنين ادائها اتقدم في تسطيب الويندوز وقدرت تعديها. هيبقى نفس الفرق في فتح الملفات او في فتح نسخه الويندوز وفي التنقل بين الملفات من جوه، نفس الفرق ده هيبقى موجود. انا قصدي بالمقارنه دي ايه؟ انت هتقولي مفيش وجه مقارنه ما بين الرايزن 5 ال 3600 واي 5 جيل ثالث. انا ما بقارنش بروسيسور ببعض، انا بوريك الهارد ديسك ممكن يوصل الكيسه بتاعتك لايه. الهارد ديسك العادي لما تسطب عليه نسخه ويندوز وتشتغل بتجميع مصروف عليها كتير هتلاقيها رجع ادائها 10 سنين لورا، مش هتحس باداء التجميع. فانت لو حطيت 400 جنيه او 450 جنيه وانت بتجمع حطيتهم في دماغك انك تجيب اس اس دي حتى ساتا، مش لازم ام دوت 2 او انفيمي، هتلاقيه فرق معاك فرق كبير قوي. هتحس فعلا انك انت قاعد على تجميعه سريعه معاك سلسه في التنقل بين الملفات، بيبقى الموضوع سهل جدا او سلس، ما تلاقيهوش بيقعد يحمل، ما تلاقيهوش بيتقل، ما تجيش تخش الويندوز وتلاقيه لسه بيحمل يقعد معاك مثلا دقيقه على بال ما يخش. لا، الاس اس دي بالظبط 12 ثانيه. اس اس دي ثمنه 275 جنيه مستعمل او 450 جنيه جديد، يفرق فرق شاسع، يفرق 360 درجه في اداء الجهاز. لو انت مش قادر تجيب الانفيمي او مش قادر تجيب الاس اس دي جديد ممكن تجيبه مستعمل، بس يفرق معاك 360 درجه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى ان اكون فدتكم النهارده. ويا ريت لو استفدتوا ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشيروا الفيديو وتشتركوا معنا في القناه. كان معاكم وليد زايد، مع السلامه.